الكائن الذي يبيض الذهب. فهذه الكمية الصغيرة من بيض السمك تساوي آلاف الدولارات، بل أن هذه الكمية أغلى من الذهب حرفياً. إنه الذهب الأسود أو الذهب الأحمر الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 100,000 دولار، في حين أن كيلو الذهب من عيار 22 يصل سعره إلى 47,000 دولار فقط، أي أن هذه الكمية يصل سعرها لضعف سعر الذهب حرفياً. إنه ليس طعام المليونيرات، ولكنه طعام المليارديرات الذين يملكون مليارات طائلة. يستخرج من سمك الحفش النادر للغاية الذي تتم تربيته لمدة 15 عاماً كاملة حتى ينتج بيضاً شهياً وناضج. ويوجد 27 نوعاً من سمك الحفش، 7 منها فقط ينتج هذا الذهب الخالص. ولتجميع كيلو واحد فقط من هذا البيض يتم تجميع 5 كيلوهات منه، ثم يتم اختيار البيض الناضج والصالح من بينها بدقة شديدة، بيضة ببيضة، من خلال ميكروسكوب مجهز خصيصا أو عدسات مكبرة وملقاط طبي مخصص لعمليات شرايين القلب، بفريق مدرب لسنوات وكأنهم علماء في مختبر سري فائق الخطورة. يتم شق بطن السمكة بدقة وحرفية شديدة، وذلك قبل أن تضع السمكة بيضها ب3 أيام فقط. ثم يتم خياطة بطن السمكة مرة أخرى في عملية جراحية معقدة من قبل متخصصين يتقاضون 1,000 دولار في الساعة الواحدة. سمك الحفش الأبيض كان يعيش أصلا في بحر قزوين، لكنه الآن انقرض تقريبا في بيئته الأم، ولا يربى حاليا إلا في مزارع محدودة جدا حول العالم. يربى السمك لسنوات، وبعد ال5 سنوات الأولى يقوم بالكشف عن السمك باستخدام السونار لاكتشاف جنسها ذكر أم أنثى من خلال الغشاء المبطن للبيض. تكلف عملية إطعام مجموعة صغيرة منها شهرا واحدا فقط إلى أكثر من 50,000 دولار. وللحفاظ على السمك من الانقراض يقوم هؤلاء الأشخاص بإجراء اختبارات الحمض النووي لمعرفة أفضل الإناث صحة وقوة، ومن ثم يقوم بأخذ بيضها وتخصيبه معمليا لإنتاج أسراب سمك حفش جديدة. كان سمك الحفش عموما متوافرا بشدة قبل القرن ال19، وكان الكافيار هو طعام الفقراء. ومع شهرته في القرن ال19 وانتشار الأساطير حوله، بدأ الصيادون يصطادون سمك الحفش بكثرة ليصبح إحدى الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تواجد سمك الحفش منذ 250 مليون سنة على وجه الأرض، ويصل متوسط عمره إلى 100 عام، أي أكثر من عمر البشر. وبسبب جنون البشر أصبح على وشك الفناء والانقراض، فقد انقرضت منه 4 أنواع فعليا. وكان من أشهر الأشخاص الذين يتناولون الكافيار بكثرة أرسطو ونابليون وبيكاسو، حتى أن بيكاسو عرض في إحدى المرات بيع لوحة له مقابل بعضا من الكافيار. والمغنية الأسطورية مادونا، والتي عرفت بجنونها وعشقها للكافيار، حتى أنها ارتبطت بأغنى أغنياء العالم ليشتروا لها هذا الطعام باهظ الثمن. ويعتبر سمك الحفش الأبيض هو الأشد ندرة بينهم، فلا يوجد في العالم كله إلا 3 مزارع للحفش الأبيض فقط تنتج الكافيار الأغلى في العالم، الذي يسمى بستروتاجا بيانكو. منها مزرعة في النمسا لصاحبها والتر جرويل، والذي يبيع الكيلو واحد منها ب300,000 دولار. وبسبب كون هذا النوع من البيض هو الأغلى في العالم، اخترع له الأغنياء طقوسا محددة لأكله، وكأنك تمارس طقوسا سرية لأكل منتجا مخصصا فقط لأصحاب المليارات. فبحسب فوربس لعام 2015 لا يوجد في العالم إلا 1826 ملياردير فقط، وهؤلاء هم فقط القادرون على شراء البيض الذهبي الأسود لسمك الحفش الأبيض.